مرحبا بكم متابعينا. أكدت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم الأحد في بيان لها بأن خطر ظهور حالات إصابة بفيروس جدري القردة لدى عامة السكان في الجزائر لا يزال ضعيفا، داعية إلى اليقظة في نفس الوقت. وقالت الوزارة إنها عقدت اجتماعا لتقييم المخاطر التي تهدد بلادنا بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن جدري القردة باعتباره حالة طارئة للصحة العمومية على نطاق دولي. وبعد استعراض الوضعية الوبائية العالمية والإقليمية وطرق انتقال المرض، أعلن المشاركون في الاجتماع أن الخطر لا يزال ضعيفا لدى عامة سكان الجزائر، ومع ذلك تظل اليقظة ضرورية. وأشارت وزارة الصحة في بيانها إلى أن معظم حالات الإصابة المؤكدة المسجلة على مستوى العالم تتمثل في حالات وافدة من المناطق الموبوءة في إفريقيا، قبل أن تجدد الوزارة تأكيد عدم تسجيل أي حالة إصابة بجدري القردة على مستوى التراب الوطني سواء كانت محلية أو مستوردة. ويعتبر هذا البيان بيان طمأنة للجزائريين بأن حالات إصابة بفيروس جدري القردة لا توجد في الجزائر، حتى أن احتمال تسجيل إصابات بهذا الفيروس لا يزال ضعيفا ولله الحمد.